لكن تعالوا نتكلم عن لما تسهل الخمور وتتسهل على الناس وفي كل مكان. وأنا حقيقة بلغني خبر أن الخطوط الجوية الجديدة اللي طلعت في البحرين ممنوع عليها الشرب، زين طيران البحرين. وأذكر معي أخوي علي حسين العجمي مدير ركاز في الكويت، كنا راجعين من سويسرا، من سويسرا ولا وين؟ أول مرة نروح وناسة، ها؟ مو مصدق. من سويسرا عندنا شيخ، من سويسرا خطوط طويلة كويتيين شوي شوي علينا هناك كافي. راجعين يا شيخ مشاري، الرحلة 6 ساعات، ننزل دبي ثم نأتي، وإذا بعربانة درجة أولى، تجيك العربانة فواكه كيك شغل عدل. الذي يسكب الخمرة للجالسين رجل من شبه القارة الهندية مكتوب عليه اسم الجنيد. فأنت واجبك كمسلم تنصح بحب وشفقة. فقلنا خلنا ننصحه، والجو خافت، واللي بيشرب ما حد يشوفه إلا الشيطان لأنه قاعد يصب له، إنزين، وسبحانه رقيب الجميع. فقلنا له جنيد أنت مسلم؟ قال إيه. قال شلون جنيد مسلم يصب خمر حق؟ قال والله أنا ما أصب خمر، أنا ما أصب خمر، أخلي بس إذا ماكو أحد أنا لازم بعد. لكن شوف إذا صبيت خمر خلاص، كان يطلع علبة مطهر عطري، يقول أغسل إيد مال أنا وبعدين دعاء رب العالمين توبة. تصور شيخ، والله العظيم كسر خاطري، حسيت إنه صادق ومبتلش. قلت له أتعلم ما معنى كلمة جنيد؟ قال سمول جندي. قلت له لا. زين، قلت له الجنيد هذا الإمام الجنيد بن محمد البغدادي من علماء القرن الثالث الذي قال للحلاج الحسين بن منصور لا أدري. حبيبي والله مشكور، لا يطيح بس. زين هذا شلون طلع؟ فلت ها؟ حطه في الجنطة، خلنا ناخذ الكويت معنا. نوع جيد هاي، شجاع. الشاهد يا شباب أن قلت له الجنيد هو الجنيد بن محمد البغدادي الزاهد شيخ الطائفة كما يقولون. هذا بدينا نكلمة عن الجنيد، شفتوا المشاعر. هذا موقف. الموقف الثاني صار لي في مطار البحرين. أنا داش مع الإخوة يودعوني، وإذا واحد من مواطنينا، طيارة طبعا الساعة 1، ودائما يمكن اللي يرجعون الساعة 1 دائما معلين شوية. احنا اليوم رجعتنا الساعة 1 المشكلة، نشرب فيمتو ونرجع. المهم شافني رجل 57 58 لابس زين، جسمه صلب. شيخ محمد كيف الصحة؟ ويسلم علي بصوت عالي ملفت النظر. في المطار في هذا مكان يعني مكانك بيتك ديوانيتك، سوي اللي تبي، هذا مطار. كيف الصحة؟ ويقبض على يد النحيلة المسكينة بحرص. زين، كيف الحال؟ طيب أحب شجاعتك. ريال كفو، ولا الريحة فايحة. أحب شجاعتك، يعني أي شجاعة؟ ميت من الخوف. زين، أحب، وأنا أحاول أنزع، ما أحب شجاعتك، وقاعد يتعلج والريحة فايحة. وعطاني إياها كاش، قال لا تلومني ترى لاك بالفندق وجايك. واللك عندنا باللغة ما أدري عندكم في البحرين، اللك يعني يمسك الزجاجة من وين، ماكو بطل ماء صحي وينها، يعني يمسك البطل من هني ولكه وطق طق 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 طاح البطل، وطاح هو على البطل يشرب من النوع اللي قال لك آسف. شوف، بدأ يتكلم في السياسة ويشتم شخصيات سياسية عليا بالاسم وقدام الناس. هذا تحت جوتي وهذا قاعد كذا والبلد قاعد يروح مو صاحي يا جماعة، مو صاحي. أنا ترى كنت أخاف وينها. المو صاحي. فالشاهد قلت له يا ابن الحلال أنت الحين شوف نفسك، ليش مشارب؟ مو حرام؟ كان يقول خليك بحالي يا ابن الحلال، أكلمك عن الفساد العام وتبلش فيني، خلني أقول لك. بدأ يتكلم، بس أحبك لشجاعتك يا محمد، أحبك.
الجماعة يحاولوا يخلصوا مني. قلت خلينا نخلص بس انت عموما انت وين درجة أولى؟ بقعد يمك. قلت يا خرابي رحنا. يعني أنا أقعد مع سكران، أقعد مع ملحد، أقعد مع مخالف، أقعد مع أي واحد، لكن ما قاعد يم سكران، أنا ما أقدر أتفاهم وياه، ماكو استقبال. وهكذا الجنون يصعد وهكذا الكبيرة تصنع بسببها. دخل أثناء الكلام رئيس المجلس البلدي في الكويت عبد الرحمن الحميدان. قلت حلو، مسؤول يساعدني. قلت تكفى يا عبد الرحمن، سمعت الكلام؟ اقعد جنبه يرحم والد. قال يا ابن الحلال انت بتبلشني. فرحت للأمن وقلت لهم يرحم والديكم ما بيجلس بجواري. احنا يجب أن نتخلص من البيئات هذه. عجبني طالب كويتي يدرس في لبنان، والدكتور البيروتي عزم الطلبة في العلوم السياسية عنده في البيت، فيقول رحنا الطلبة، هذا من الكويت، هذا لبناني، هذا سوري، هذا. فلما جلسنا الطاولة الأكل وعليها الخمر، فأخذت أكلي ورحت جلست بعيد هناك على الغنفات. قال وينك يا؟ قلت له احنا منهي عنا شرعا أن نجلس على مائدة فيها خمر كما قال صلى الله عليه وسلم. حط حتى تثبت على قيمتك، نثبت على القيم، نفصل البيئة، لأن الوسائل هي الجسور التي توصل للغايات. الإسلام دين وقائي قبل أن يكون دين علاجي. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا ما يليت، مجرد القرب. قلت له الأمن. المهم دشيت الطيارة، شافني قاعد ورا متسند ومشط كافو تعالي بتعال يمي، وفعلا أنا كنت يمه يعني بالجهة الأخرى. تعالي بتعال. قلت له معلش أنا بقعد. قال تعال لاحقين عليك الناس بقول لك شيء، تعال. قلت له ابن كافو. المهم انتزعت وقعدت. خلصت الطيارة بتطير يا رب بسرعة، ولا صيحة آخر الطيارة رجاء جيب جوازك وانزل معي. ليش ما اطلع برا خلصني؟ ولا شاب متحرش بالمضيفة 17 16 سنة. يا شباب حرام، عيب، ما يجوز. وهم يجرونا، بيتكلم كلام سيء، سكت ما غلط، طلعوا معاه في ممر الطيارة على البوابة. فالأخ، وهذا اللي يتحرش من بلدي أيضا، الفساد ليست له جنسية، الكفر ليست له قومية، الانحراف ليست له أرض، هذه قيمة، أي مكان وجد يوجد فيكم. فهذا ايش قال لي أخونا أبو لك؟ قال شيخ محمد فزعتك وثيرتك ماخذينه. شيخ محمد يلا، حول ولا قوة بالله. فضحنا عند الله وخلقه والله العظيم. أما أنا الولد كسر خاطري، قلت نعطيه نصيحة، فقمت رحت قلت ليش كذي يا ولدي؟ ليش بعد فاتح صدرك عضلات بعد تستعرض؟ سكر قميصك. قال والله عمي والله ما تكلمت، والله العظيم يتبلون علي. صار تفاهم، تأسف من الأمن، كل شيء قالوا علشان على كذا، جزاك الله خير، ارجع يلا. فأخذت جوازه ورجعنا. الحين هذا شافنا، الحين انتصار. ها أول ما دشينا بجوازه قايل لكم ريان كفو. هذه قصة شيخ صارت معي الأسبوعين اللي فاتوا.